بص بقى يا برنس، الفترة اللي جاية في النادي الأهلي عاوزة ترتيب من المخ ديب. سيبك بقى ايه من جو العشوائية اللي احنا كنا عايشين فيه، عشان احنا داخلين على أحداث عالمية، داخلين على كأس العالم 2025، والفيفا يا برنس بيفاجئ النادي الأهلي بفلوس نازلة زي الرز. يعني احنا يا برنس لازم نخطط، لازم نرتب، لازم نتعاقد مع صفقات تقيلة، لازم نشوف مهاجمين حلوة، عشان احنا داخلين على حاجات تقيلة جدا جدا يا برنس. ونادي الزمالك بيقترب خلاص يا برنس من حل أزمة القيد ورحيل نجم النادي الأهلي، والفيفا بيهني برضو النادي الأهلي. حلقة النهاردة جامدة جدا يا برنس، ولكن بعد إذن إخواتي اللايكات بقى يا شباب، اللايكات تنزل تعمل اللايك كده. عاوزين نوصل بالفيديو ده ل 250 لايك، والله يا جماعة حاجة تافهة، يعني هتنزل تعمل لايك مش هتخسر حاجة وربنا. ولو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت يا برنس تنزل تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد. ويلا بينا بقى يا برنس نقول لك بقى في التفاصيل. بص بقى يا برنس، النهارده انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي يا برنس لكرة القدم يعني طلع يا برنس مسك لك ظرف كده وراح مهني النادي الاهلي وبيقول لك مبروك ان النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم 2025. لو جينا يا برنس بصينا على الفلوس اللي هياخدها الانديه اللي هتشارك في كاس العالم، كام بقى يا برنس؟ كام يا برنس؟ كام يا برنس؟ يعني لازم نخطط شويه. بص في البدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم، في دور ال 32 لسه بنقول يا هادي 5 مليون يورو، لسه بنقول يا هادي، لسه بنحط رجلنا كده في الملعب. 5 مليون يورو، 5 مليون يورو ماشي. صعدت من الدور 32 هتلعب في الدور ال 16، ولازم بقى نخطط عشان نصعد. تاخد كام؟ 9 مليون يورو و600 ألف. فانت بتتكلم ان النادي الاهلي كل لما هيوصل لادوار ابعد وابعد وابعد كل لما الفلوس تزيد. انت متخيل عزيزي المشاهد ان بطل كاس العالم للانديه 2025 هياخد كام؟ هياخد 100 مليون يورو. تخيل بقى احنا اللي خدناهم، تخيل لو خدنا ال 100 مليون ايه اللي هيحصل؟ ولكن دي حاجه بعيده، ولكن مفيش حاجه بعيده عن ربنا. المغرب فاجأت العالم في كاس العالم، احنا ممكن نفاجئ العالم في كاس العالم. ما هي مش بعيده، ولكن هي ايه؟ محتاجه تخطيط والتعاقد مع صفقات عارفه هي جايه تعمل ايه، مش صفقات زي عم موديس جاي هو مش عارف يعمل ايه، مش عارف وظيفته كمهاجم هو ايه. يعني هو جاي المفروض المهاجم هو عارف وظيفته بيعمل ايه، بيجيب اجوان. احنا عاوزين نتعاقد مع ناس كده. احنا ما قدامناش يعتبر كده غير سنه ونص، اللي هي سنه 24 دي باذن الله ربنا تكون سنه خير كده عليا وعليك كده يا برنس، ونص سنه 25 السنه الجايه. فانت بتتكلم ان النادي الاهلي داخل يعني على بطوله عالميه بفلوس كتيره، لازم تخطط لها صح، ولازم تتعاقد مع صفقات. يعني مع احترامنا للدوره ابطال افريقيا ومع احترامنا للدوري المصري، فانت لازم تتعاقد مع صفقات من الصيف اللي جاي، صفقات بقى تقيله شويه، نفك الكيس شويه بقى. ما هي الفلوس اللي جايه زي الرز، ما انا لازم انا كمان اطلع، ما هي بيجي لي فلوس قد كده، اطلع بقى واجيب كام صفقه تقال، كام صفقه في الهجوم يشيلوني عشان الايام اللي جايه في كاس العالم 2025 صفقات تقيله بقى. ماشي يا برنس، يعني باذن الله ربنا يكتبها لنا كده يا رب، نصعد للدور قبل النهائي. يعني مش هنطمع يا برنس. ماشي، اركن الحوار ده على جنب. نادي الزمالك يا برنس موقع في الجول اعلن يعني خلال الساعات اللي فاتت ديت ان نادي الزمالك دفع مليون دولار لنادي لشبونه يا برنس خلال الكام ساعه دولت. يعني زمان دفع قبل ما انت بتشوف الفيديو ده، دفع نادي الزمالك مليون دولار. ده موقع في الجول هو اللي بيقول، عشان ما تقولش انا اللي بقول. قال لك ان نادي الزمالك دفع مليون دولار لنادي لشبونه، ونادي الزمالك بيقترب من حل ازمه القيد، وفي الشهر الجاي في شهر يناير نادي الزمالك هيدفع باقي الفلوس اللي هي نص مليون، ويبقى كده يا برنس نادي الزمالك حل مشكله القيد. هو لسه في شويه ناس فكه كده، ولكن ده المبلغ الاكبر هو شيكابالا. فانت لما تحل الازمه الاكبر الكبيره دي فالباقي كله هيبقى فكه بالنسبه لك. دي انت حليت مليون و500 الف، يعني مليون ونص دولار، فانت بتتكلم في رقم كبير.
فنادي الزمالك بيقترب بنسبه 90-95% من حل ازمه القيد يا برنس في يناير. يعني نادي الزمالك زي ما قلت لك قبل كده بيجهز صفقاته، بيجهز اشيائه، ويا برنس بيجهز كل حاجته، مجهز كل حاجته ليناير. فانت تركز جامد جدا، لان نادي الزمالك يا برنس هيفاجئ الجميع بالتعاقد مع صفقات اللي هو محتاجها. يعني بقى سيبك بقى من قصه ال 15 وال 17 صفقه، لا، نادي الزمالك هيتعاقد مع الصفقات اللي هو محتاجها. وكلنا كنا متفقين وكلنا كنا عارفين ان نادي الزمالك حرفيا محتاج ان هو يجيب صفقات في يناير. محتاج، كلنا عارفين ومتاكدين بنسبه 1,000,000%. نادي الزمالك محتاج ان هو يجيب صفقات في يناير يا برنس، لان الفرقه ضايعه. يعني بالتالي فرقه نادي الزمالك ما فيهاش غير 3. مين هم؟ زيزو وفتوح وعواد، هم دول اللي شايلين فرقه. قبل ما يرجع الونش وحسام عبد المجيد والناس دي كلها يا برنس، ويبدا نادي الزمالك يقف على رجله تاني ويرجع يشارك يا برنس. عشان نادي الزمالك طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو هيشارك في البطوله اللي هتلعب في الامارات مع يعني انديه تقيله جدا، سواء الاهلي السعودي، سواء الرجاء المغربي، سواء اوهان الصيني دوت يا برنس. ففرق تقيله جدا، فلازم نادي الزمالك يحل مشكله القيد عشان يتعاقد مع صفقات، عشان يخش بطوله زي دي كده يعرف يكسبها ويكسب من الفلوس اللي هتيجي منها. ايه فايده البطولات؟ انك تكسبها، انك تروح بطولات عالميه يجي لك فلوس كتير، فتعرف تصرف على اللعيبه، فتعرف تجيب صفقات تقيله. هي دي القصه، هي دي كره القدم، هي دي يعني حياه كره القدم يا برنس. ماشي. الموضوع الاخير هو رحيل نجم النادي الاهلي الى الدوري القطري، وهو مين؟ اليو ديانج. اليو ديانج يا برنس في الفترة اللي فاتت كده من ساعة كأس العالم كلنا متفقين وكلنا واخدين بالنا ان اليو ديانج ما بيلعبش، ان اليو ديانج ما بيشاركش. القصة يا برنس ان كولر، وانت عارفه كويس، لما بيقلب لما بيقلب على لعيب بيقلب. يعني ليه بقى؟ كولر يا برنس لما مشي حمدي فتحي الى دوري الوقرة القطري كان معتقد ان اليو ديانج هينفذ نفس المهمات او نفس الطلبات اللي هو كان بيطلبها من حمدي فتحي، كان هينفذها له اليو ديانج، اللي هي ايه؟ اللي هو التقدم في النواحي الهجوميه كفيرو التاني. احنا كلنا كنا ملاحظين ان حمدي فتحي كان على طول تلاقيه في الناحيه الهجوميه وبيسجل وبيصنع والكلام ده كله. اليو ديانج ما عندوش الحته دي، ما عندوش حته المهاره. اليو ديانج دخلوا ايه؟ في الحته البدنيه، صراع بدني، سرعه، تلاحم. ده اليو ديانج. ولكن اليو ديانج في الفتره الاخيره كولر ملاحظه ان الباص بيطلع من رجله غلط، ان هو مش بيبقى مركز في الباص، فبيحصل حاجات خطر على الفريق بسببه. ان هو في النواحي الهجوميه مش احسن حاجه، مش اللي انا طالبه منه، مش زي امام عاشور اللي بيعملها، مش زي مروان عطيه لما بيتقدم. فهو عاوز النوعيه دي، هو عاوز اللعيب اللي يعرف يدافع ويهاجم في نفس الوقت. هو كولر عاوز كده، اللعيب اللي بيعرف يدافع ويهاجم في نفس الوقت. فانت بتتكلم ككولر هو عاوز اللعيب اللي من النوعيه دي. نادي القطر يا برنس هو داخل في الموضوع ده كله ان هو عارض على النادي الاهلي في يناير الجاي 3 مليون دولار، ان هو يدي النادي الاهلي 3 مليون دولار وياخد اليو ديانج برنس. وبرده قناه نادي الكاس القطريه برده يا برنس كلنا عارفينها، برده اعلنت ان اليو ديانج على رادار النادي الاهلي، على رادار الدوري القطري. فاول ما تقول كده فبيطلع لك بقى يا برنس الخبر الصحيح. وعلى فكره مفيش دخان من غير نار، يعني مفيش دخان قصدي من غير نار. فانت بتتكلم ان في حاجه، ان اليو ديانج ما بيلعبش، ما شاركش في كاس العالم، ما عملش، لا يبقى في حاجه. فهنشوف كل الكلام دوت في الايام اللي جايه باذن الله. ويناير مش بعيد، يعني لسه النادي الاهلي بنجهز في الصفقات، بنظبط الحاجات، فكل الكلام ده كله يا برنس واحنا مستعدين للصفقات. بقى نفسي اشوف بقى صفقه مهاجم، حتى مصري، حتى اي حاجه، عاوزين مهاجم يا جدعان. ولكن يا برنس باذن الله يعني ربنا يكرمنا كده ونجيب مهاجم والفرقه تفوز باذن الله في ماتش السوبر اللي هو بكره امام فيوتشر في نهائي كاس السوبر، وباذن الله نجيب السوبر كده في اخر ماتش في 2023 يا برنس. وصلنا لغايه نهايه الحلقه، فطالب من اخواتي كده وحبايبي اللايكات
لو انت وصلت معايا لنهايه الفيديو تنزل في التعليقات تقول لي انا وصلت، فعشان اشكرك بجد يعني انك قعدت معايا الفتره دي كلها. باذن الله عاوز دعمك يا برنس في الفتره اللي جايه دي باذن الله على قناتي، اللايكات بتاعتك، الشير والكلام ده كله، عشان نقدر باذن الله يعني القناه تشتغل وتبدا تنتشر على اليوتيوب يا برنس. اللايك بتاعك، ولو انت عمرك شفنا يا ريت تنزل تشترك في القناه معانا وتفعل زر الجرس يا برنس وتصلي على سيدنا محمد. وما تنساش بقى الفيديو بتاع بالليل هيبقى فيه شويه اخبار جامده جدا. يلا سلام.